السلام عليكم يا جماعه. النهارده هنتكلم في موضوع بيشغل ناس كتير في بدايه كل سنه. ايه هو افضل هاتف في 2025؟ هل لسه الايفون رقم واحد في السوق ولا الاندرويد اخد الرياده؟ خلينا نشوف من ناحيه الاسعار والمميزات وايه الحاجه اللي تستاهل تدفع فيها فلوس. اول حاجه هنبدا بيها هي الفئه العليا اللي بتضم اقوى الاجهزه في السوق. اول موبايل معانا ايفون 16 برو ماكس. الموبايل ده بينزل بمعالج A18 برو والشاشه 120 هرتز، وكمان بتدعم الصوت خرافي تحت الشمس. والكاميرا كمان فيها تحسينات تصوير ليلي لحد زوم 10x، بس السعر غالي كالعاده. تاني جهاز في الفئه العليا سامسونج جالاكسي اس 25 الترا. السنه دي سامسونج قلبت الترابيزه وعملت معالج احترافي وكاميرا 200 ميجا بكسل، فلو انت شخص بتحب الرسم والكتابه فده اختيار ممتاز ليك. تالت موبايل في الفئه العليا هو جوجل بيكسل 9 برو، وده بقى منافس قوي جدا بفضل الذكاء الاصطناعي في الصور وكمان الصوت والترجمه اللحظيه، وكمان بيقدم تجربه نظيفه وسلسه جدا. دلوقتي هنروح للفئه اللي معظم الناس بتدور عليها في الموبايلات، هي فئه متوسطه. اول موبايل معانا في الفئه المتوسطه هو ريدمي نوت 14 برو. ده بينزل بمعالج قوي وكاميرا 200 ميجا بكسل، وكمان نازل بسعر بيكسر المنافسين. تاني موبايل في الفئه المتوسطه هو سامسونج جالاكسي اس 56، وده مضمون بثبات السوفت وير بتاعه وجوده الشاشه، بس المشكله الوحيده ان سعره عالي شويه. هنروح للفئه الاقتصاديه في الموبايلات وهقولك على 3 اجهزه لو ميزانيتك محدوده. اول جهاز في الفئه الاقتصاديه هو ريلمي سي 75، وده بيديك اداء ثابت وسعر مناسب. تاني جهاز هو انفينكس 040، وده بيديك تصميم ممتاز مقابل سعر. تالت جهاز هو تكنو 25، وده الكاميرا بتديك اداء فعلا جبار مقابل سعره. في النهايه اختيارك بيعتمد على احتياجاتك مش على الاسم. يعني لو انت عايز اداء وكاميرا احترافيه فانا انصحك ان انت تروح للفئه العليا، ولو عايز افضل قيمه مقابل سعر ده روح للفئه المتوسطه. قولولي في التعليقات انهي موبايل من دول شايفينه الافضل، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان نكمل في سلسله مقارنه الموبايلات.